الأهلي أنهى اتفاقه مع اللاعب المغربي الشاب فؤاد الزهواني واللي بيلعب في مركز الظهير الأيسر عشان يدعم بيه الجبهة دي في الانتقالات الشتوية الجاية. المفاجأة بقى إن الصفقة اتقفلت على 1,250,000 دولار، وكمان ناديه المغربي هيحتفظ بنسبة 25% من إعادة البيع في المستقبل، وده بيوضح إن الأهلي شايف في الزهواني مشروع لاعب كبير وهيكون ليه مستقبل مع الفريق. هجوم الأهلي المرعب في يناير القادم. إبراهيم دياباتي: الأهلي بيقترب من حسم الصفقة مقابل 1.2 مليون دولار. اللاعب سجل مع ناديه عدد كبير من الأهداف وقدم مستوى لافت، والأهلي بيشوف إنه ممكن يكون إضافة هجومية قوية، خصوصاً إن الثنائي الحالي محمد شريف وغراديشار لم يقدما ما يرضي الإدارة حتى الآن. أسد الحملاوي: الأهلي بيستعد لتقديم عرض كبير والمهاجم الفلسطيني تحت المجهر. اللاعب الفلسطيني أسد الحملاوي هداف النادي الروماني، وظهر اسمه بقوة ضمن المرشحين للهجوم في الأهلي خلال الانتقالات الشتوية. أسامة فيصل: الأهلي بيحدد القرار النهائي في الصفقة وبيتابع تطورات انتقاله. المشكلة إنه هناك مغالاة مالية من طرف ناديه، واللاعب حتى الآن ما تمش الإعلان الرسمي. يمكن نقول إنه الملف مفتوح بجدية، لكن ما فيش تأكيد 100% لحد الآن.